نكمل طريقنا في ازاي توصل لمرحله الذكاء العاطفي. احنا خدنا اول مرحله وهي القبول. لو ما شفتش الفيديو ارجع شوفه. تاني خطوه هي الوعي. ازاي ان انت تكون واعي بمشاعرك، وايه اللي انت محتاج تكون واعي ليه بمشاعرك. لانه المنطق يقول انه مشاعرك خلاص انت حاسسها، فانت المفروض ان انت واعي بيها وخلاص. لا، مش هي دي النقطه. انت محتاج تكون واعي في مشاعرك لحاجتين. اول حاجه تكون واعي ليها السبب. ايه سبب مشاعرك؟ سؤال منطقي صح؟ طب ما هو معروفه انه فلان الفلاني عصبني، فاكيد هو سبب مشاعري، سبب الحزن. سبب الغضب اللي عندي ان هو خاني، فاكيد هو سبب الحزن اللي انا فيه. ان هو بيحرجني فهو السبب في الاحراج اللي انا فيه. ان هو مظبوط. ده السهل اللي احنا دايما بنعمله، والنتيجه انه في الاخر انت عايش ضحيه، او انت عايش تعبان باستمرار، وانت مش عارف تتحكم في الناس، مش عارف تبطل تخليهم يضايقوك. وهنا بتقع الفخ اللي الناس واقعه فيه بتاعت اصل انا حساس. الشخص اللي مصدق وعايش حياة الإنسان المجروح باستمرار، أو جرحه سهل وتحت مسمى إن هو حساس، عنده الحتة دي إن هو مصدق إنه سبب مشاعره المؤلمة الآخر. ده مش حقيقي. ودي الحتة اللي إحنا محتاجين نتعلمها النهاردة. لو أنت طلعت من الفيديو ده، يعني لو أنا قدرت إن أنا أساعدك تستوعب يعني إيه إنه الشخص مش هو سبب المعاناة اللي أنت فيها، مش هو سبب مشاعرك، أنت حياتك هتتغير بشكل يعني قوي جدا وملفت بالنسبة لك. تحس إنه إيه ده؟ قد ايه الحياه ممكن تبقى اسهل واريح بكتير من المعاناه اللي انت عايش فيها، وقادر انت تتحكم في مشاعرك لما مجرد بس تستوعب ايه الفرق ما بين السبب والمحفز. وارد ان هو يكون سبب المحفز مثال ان هو شتمك او هي شتمتك او ايا كان، فانت اتشتمت من شخص. فالشتيمه اللي جات لك من الشخص دي محفز لايه؟ لمشاعر انت حاسس بيها دلوقتي، غضب. بس هل كلنا هنحس نفس المشاعر مع بعض في نفس الوقت بنفس الطريقه؟ يعني كلنا لو شتمنا نفس الشتيمه كلنا نحس نفس الشعور؟ لا. مش احنا بنقول على ناس ده جبله ما بيحسش، ما بيفرقش معاه، انا بقعد اشتمه وبقعد اهزقه وبقعد اجي عليه وبقعد ما بيفرقش معاه اي حاجه. واللي في... مش في ناس تقعدوا تلوموهم، وان الموضوع دوت بالذات بيبقى بالنسبه لكم غريب جدا. ليه؟ مع ان نفس الشتيمه، بس انت بتفرق معاك قوي واحد تاني ولا الهوا. لان هنا ده مجرد محفز، يا يجيب نتيجه يا ما يجيبش نتيجه، لانه السبب الحقيقي للمشاعر اللي انت حاسس بيها، لو نفترض ان المشعور دلوقتي غضب، هو طريقه تفكيرك. طريقه تفكيرك انت، ايه المعنى اللي عندك او الاعتقاد اللي عندك اللي انت بتقوله لنفسك لما اتشتمت؟ ده جه على كرامتي، ده هزقني، ده قلل مني، ده بتاع دوت عايز يخفز يعني يحرجني قدام الناس وعايز يدوس عليا. فدي كلها معاني طبيعي منطقي جدا تحس فيها بالغضب. بس تعال نقول ان نفس الشتيمه دي انت اتشتمتها وابتديت تفكر بشكل مختلف. ابتديت تقول انه ياه، ده واضح ان هو محرج دلوقتي، ده واضح ان هو ضعيف دلوقتي، واضح ان هو مش عارف يعمل ايه، واضح ان هو آه، انسان اخلاقه مش كويسه، واضح ان هو يعني مش في احسن حالاته دلوقتي. فهنا دي كلها افكار برضو عندك. فانت ممكن تبص للموضوع انه الانسان اللي شتمك ده هو اللي عنده الضعف، هو اللي عنده مشكله، مش انت خالص. وممكن تشوفها ان دي مشكله فيك انت، وتبتدي تحس انه شتمته هي اللي بتغيرك وبتحولك بتخليك بني ادم مختلف عن الواقع. فاللي اختلف هنا مش الشتيمه ولا الشخص اللي قدامك، اللي اختلف ده انت. وفي واحد تاني يبقى فرحان لو ابتدى ان هو يفكر انه استفزيته، خليته يبقى ضعيف دلوقتي. دلوقتي هو في مرحله من مرحله الضعف، يبقى انا ممكن آه، اخد منه اللي انا عايزه دلوقتي. انا ممكن ان انا احرجه دلوقتي واحطه في مكان ما يعرفش يتكلم فيه. انا ممكن دلوقتي اخليه ان هو يخسر الديل اللي هو كان داخل عليه، او ان هو يخسر الترقيه، او ان هو يخسر موقف او ليه؟ علشان قدرت نخليه ان هو يغلط. فلما يغلط عرفت امسك عليه زله، عرفت امسك عليه. مش في ناس ممكن بتعمل معاك كده؟ فهنا كل اللي اختلف طريقه تفكير الشخص. انا مش بقول لك تفكر ازاي، بس انا بقول لك تستوعب دلوقتي انه مشاعرك اللي انت حاسس بيها واللي انت حاسه بيها مش نتيجه الشخص. اللي بيحصل براك مجرد محفز. فبالتالي مش هو سبب فرحتك، ولا هي سبب متعتك في الحياه خالص. مشاعرك الحلو منها المؤلم منها كله انت السبب فيه، انما الاخرين محفز.
محفز ليه بقى؟ ان هو يحفز الافكار دي عندك، فتنتج عن الافكار اللي اتحفزت دي الشعور ده. زي بالظبط ان انت تفرح انه حد يفكرك بموقف كويس حصل في حياتك فانت فرحت، يقول لك نكته فتضحك عليها، بس نفس النكته دي مش ممكن يكون واحد تاني يقول لك دمك تقيل، دمك يلطش. نفس النكته انت سمعتها من حد كنت في مود حلو فانت عايز تضحك، عشان انت عايز تضحك ضحكت عليها، وعلشان انت في مودك وحش فانت مالكش نفس، فانت نفس النكته ونفس ايه طول الدم ده وقته. فبالتالي الموضوع ملوش علاقه بالاخر، ليه علاقه بيك انت. اتمنى ان الموضوع ده يكون واضح، ولو مش واضح كفايه قول لي في الكومنتات جاوبك في فيديو منفصل. فبالتالي دلوقتي احنا حددنا انه السبب طريقه تفكيرك، والمحفز التريجر خارجي، وبالتالي طريقه تفكيرك دي ملكك، تقدر انت تغيرها وتقدر انت تشتغل عليها بعدين، نعرف ازاي بعد كده. انما الاساس في الموضوع ان انت تبقى مستوعب الوعي، انه انت لما تيجي تحس شعور مش اول حاجه تلفت انتباهك هو السبب، هي السبب، لا، اول حاجه تلفت انتباهك طب انا حسيت الشعور ده لما ده حصل عشان انا بفكر في ايه، ايه اللي جوايا، ايه اللي انا بقوله لنفسي، انا شايف الموقف ده بانهي منظور، شايفه بانهي معنى، ايه الاعتقاد اللي عندي هنا. فكل ما تحاول تكون مستكشف لطريقه تفكيرك، هنا دي النقطه اللي هتغير لك كل حاجه. طيب حددنا هنا ده اول جزء. وارد ان هو يكون الموضوع من تفكير، بس وارد ان هو يكون من جسمك. انت في مشاعر انت بتحس بيها لو انت مرهق وجسمك وجعك وفي حاله مرضيه، هتلاقي ان انت خلقك او الحاجات اللي انت بتحتملها اقل بكتير من وانت في صحتك. ليه؟ لان انت اصلا جهازك العصبي منهك من المرض، تعبان مش قادر. فهنا في مشاعر كتير قوي بتتاثر بالضعف الجسم، وكل ما كان جسمك ضعيف كل ما المشاعر السلبيه اللي انت هتعيشها كتيره. وعشان كده دايما بننصح يا جماعه اهتموا بجسمكم، لان جسمك هو ده المصدر اللي انت من خلاله بتعيش فيه في الدنيا. فما كان لو عندك جسم قوي هتعرف تعيش بقوه ومتعه في الحياه. لو انت عندك جسم ضعيف هتلاقي ان انت الالام والمشاعر السلبيه في حياتك بتزيد لضعف جسمك، لضعف جهازك العصبي، مش قادر، مش ما عندوش القدره انه يستحمل ضغوطات اكتر من كده. فالنتيجه ايه؟ ان وارد المشاعر اللي تكون عندك نتيجه الضعف الجسم اللي انت فيه، وممكن المشاعر اللي عندك نتيجه طريقه تفكير محتاجه تتغير، وممكن يكون الاثنين. فهنا الوعي بالنسبه لك انت محتاج تعرف مصادر المشاعر اللي عندك دي ايه. هل هي مغص في البطن ان انت تعبان، عندك وكلت اكله مش كويسه، مش نايم كويس، عندك اضطرابات في المعده فانت مشدود. فالاحساس الشد ده مش علشان اللي قدامك عمال بيسالك في اسئله، او اللي قدامك قاعد بيرغي في حاجات انت مش مهمه بالنسبه لك، او ايا كان الاسباب اللي انت متخيلها، ممكن يكون بس ان انت واكل اكله مش مظبوطه بالنسبه لك، وارد. فما تستهيفش تأثير الجسم على حالتك النفسية، وما تفترضش انه فكرك ملوش تأثير في مشاعرك اللي انت حاسس بيها دلوقتي. طيب هنا ده اول جزء اللي هو الوعي بالسبب. طيب عندنا وعي بحاجة تانية، وعي بشدة الشعور. يعني ايه شدة الشعور؟ يعني انت دلوقتي شعور زي شعور الحزن. الحزن ده في حد ذاته شعور، بس هل انت كل مواقف بتوصفها بنفس اللفظ بتاع الحزن؟ لا، انت ممكن تكون زعلان، ده حزن برضه بس شدته اقل. ممكن تكون يعني متضايق، بلاش حزين. فانت زعلان، متضايق، حزين، في حالة أسى، في حالة فقد، في حالة آه خوى، في حالة إحباط، في حالة اكتئاب. انتوا متخيلين ان كل ده مجرد نفس الشعور، بس اللي اختلف هنا ايه؟ المسمى مش مسمى، ده شعور وده شعور تاني. يعني الزعل مش هو حاجة مختلفة عن الحزن، الاتنين حزن، بس احنا بنستخدم الفاظ توصف بيها قوة احساسك بالحزن، اكنه كده من 0 ل10. ان احنا بنبتدي من الاول اللي هو زعلان حاجة خفيفة كده، وبعد كده متضايق، بعد كده حزين، بعد كده بتقاسي، بعد كده حاسس بفقد، بعد كده انت حاسس باحباط او بأسى، وبعد كده الاحباط تطور لاكتئاب. فده كله حزن شدته اعلى حاجة.
فاحنا عمالين بنطلع في الانتنسيتي او في قوه احساسك بشعور الحزن اللي هو فبنستخدم الفاظ مختلفه. فانت كل ما بتعرف تستخدم الفاظ مختلفه تعبر عن شده حزنك، تعبر عن قوته، كل ما بيكون عندك وعي احسن وادق، علشان ما تبقاش انت بما ان هو كله يعني في غلطه مثلا الناس كلها يعني ناس كتيره بتقع فيها، ان هو بيسمي كل حاجه اكتئاب. اي حزن معدي في السكه، لو زعلان هيقول لك انا مكتئب النهارده، لو يعني متضايق انا مكتئب. ما انت لما بتوصف مشاعرك باقصى وصف ممكن توصفه اللي هو اشد حده، في الاخر الوصف ده مع تكراره هتبتدي ان كلهم هيتجمعوا في حاجه واحده، انه اي موقف، ما احنا قلنا بقى انه في محفزات خارجيه، يبقى اي موقف يزعل يكئبك، لانه نفس الوصف اللي انت هتقوله للمواقف اللي بتكئبك هي نفس الموقف او نفس اللفظه اللي انت بتستخدمها للمواقف اللي بتزعلك. فلما بيكون اللفظه اللي بتوصف مشاعرك واحده، بيبتدي اي محفز خارجي اللي يزعل هيبقى هو اللي يتضايق، هو اللي يحزن، هو اللي تحس فيه بالاسى، هو اللي تحس فيه بالفقد، هو وهكذا. فبالتالي انت باستمرار محتاج تعرف شدة الإحساس اللي عندك دي إيه الكلمة المناسبة اللي توصفها، وتبتدي إن أنت تعاير. طب هل أنا دلوقتي حاسس بقوة إحساس الحزن لدرجة إن أنا أكني يعني بقاسي أو بعاني من موقف إنه حد جه وهو ماشي كده أهو قال لي أنت تخين، أنت تخنت النهاردة، وحسيت بأسى شديد قوي ووجع كده، حزن شديد. الله، هل الموقف يستاهل؟ هل الموضوع يعني الشخص دوت مهم قوي عندي رأيه للدرجة دي اللي يخليني احس بالأسى ده كله؟ فهنا انت محتاج ان انت تبقى عندك وعي عشان تعرف بعد كده تغير. انا ممكن احزن، بس شدة الحزن دي مبالغ فيها شوية على الموقف. انا رابط الموقف ده بايه تاني، وتبتدي انت في حالة استكشاف عن نفسك. انما الاساس، طب الموقف ده الشعور المناسب ليه ان انا ازعل، انما اقاسي لا، مش للدرجة دي. فانت لما بتكون واعي بنفسك بتبتدي بعد كده تخش بمرحله جديده اللي هو ازاي ان انت تعرف تعيش مشاعر مناسبه للموقف. طب هيفيدك بايه لما انت تبقى المشاعر اللي انت عايشها مناسبه للموقف، مش مشاعر مبالغ فيها بالنسبه لك او مشاعر قويه؟ اول حاجه ان انت تكون في حاله نفسيه احسن، يعني تاني حاجه ان انت هتبقى عارف تصرفاتك تكون متماشيه مع الموقف. انه لما حد قال لك انت تخين، ما جيتش بقى شتمته بالاب والام ورحت مديت ايدك عليه ورحت مش عارف قطعت معاه خالص، وانه خلاص من النهارده ما فيش صاحب يتصاحب. ما زودتش في انفعالك، ان رد فعلك كان قوي، كان رد فعلك متماشي مع الموقف. وكل ما كان رد فعلك متماشي مع الموقف كل ما انت الكسبان. ففي الاخر وعيك بمشاعرك، وعي بالمصدر الشعور اللي هو في الاخر دايما هتبص جواك مش هتدور على براه، لانه ممكن يكون تلوم مين من الدنيا على مشاعرك بتاعتك. الدنيا بتحفز مشاعرك انما مش بتبقى سبب في المشاعر اللي انت فيها. فدي اول حاجه. تاني حاجه ان انت تكون واعي بشده الشعور. هل شده الشعور ده انهي شده؟ حاجه بسيطه ولا حاجه قويه قوي بزياده؟ وهنا تسال نفسك لو العكس، ان انت حاسس بزعل وانت بتمر بموقف فيه فقد او خساره قويه جدا، انه انت نفسك مستغرب. فهنا تراجع نفسك انه في حاجه هنا محتاجه تتراجع، لانه المشاعر سببها هنا. يبقى بالتالي طريقة تفكيرك في حاجة فيها مخلياك ان انت حاسس بزعل، رغم ان انت منطقك بيقول ان انت محتاج تكون الشعور المناسب للخسارة دي كلها ان انت تكون في حالة اسى. تراجع نفسك، طب هل مهم ان انت تحس شعور متماشي مع الموقف؟ طبعا، علشان يكون تصرفاتك ورد فعلك متماشية مع الموقف. واشوفكم على خير في المحاضرة اللي جاية.